واش وصلنا لمرحله ولا الانسان يخرج يخدم هو ما عارفش واش غادي يرجع لدارو سالم ولا لا؟ السرقه بالسلاح الابيض ولات كتوقع في كل بلاصه، في الزنقه، في الطوبيس، وحتى وسط الناس وبنهار. في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجع هذا النقاش بقوه من جديد. معكم مصطفى من قناه اخبار يوميه، تابعوا معنا التفاصيل. في هذا الفيديو اللي صدم بزاف ديال الناس بان فيه واحد الشخص طلع لحافله النقل الحضاري مدينه الجديده بحال اي راكب عادي قبل ما يخرج سلاح ابيض كبير ويهدد السائق بطريقه خطيره وسط حاله من الخوف والرعب. السائق كان غير كيدير خدمته اليوميه، كيوقف الركاب وكيكمل المسار ديالو بشكل عادي، لكن في ثواني قليله تحولت الرحله لكابوس حقيقي بعد ما المعتدي بدا كيهدد بالسلاح ويسلب المداخيل ديال الحافله بقوه. المشكل اليوم ما بقاش غير في حادثه وحده، ولكن في انتشار هذا النوع من الجرائم بشكل كيخلع. بزاف ديال المواطنين ولات عندهم نفس الاحساس، الخروج للشارع ولا فيه خوف كبير وخاصك تبقى ديما حاضي راسك. الاخطر من هذا الشيء كامل هو الجرأة اللي ولات عند بعض المجرمين، حيت ولفوا على الاعتداءات وسط الناس بنهار وبلا خوف، كأن حمل السلاح الابيض ولا امر عادي. وهذا الوضع خلى فئة كبيرة كتطالب بتشديد العقوبات والتعامل بصرامة أكبر مع أي شخص كيعرض حياة الناس للخطر بهذه الطريقة. الأمن ماشي غير كلمة، الأمن هو أنك تخرج تخدم، تقرأ، تركب في النقل العمومي أو تمشي تقضي غراضك وانت مطمئن. وإلا بقات السرقات بالسلاح الأبيض كتنتشر بهذا الشكل فراه الخاسر الحقيقي هو إحساس المواطن بالأمان. شنو رأيكم في هذه الظاهرة؟ وعلاش في نظركم تزادوا هاد الاعتداءات في الفترة الأخيرة؟ واش العقوبات الحالية كافية باش توقف هاد الظاهرة؟ خليو آراءكم في التعاليق. النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنساوش تتابعونا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.